وهي الكمادات مي باردة لعينك. ها ايدك يا عمو شوي. ايدك. اي اي اي. طول بالك طول بالك طول بالك، خليها تسحب لك الحمى من عينك، طول بالك. لك قاعدي، خيلتيني قاعدي بقى. مثل المستشفى واقفة قدامي. هي قعدت. اي رجلي. ايه عبورة، روحي على الصيدلية وقولي لهم شو وضعه وخليهم يوصفوا لك دواء. إيه مو على عيني. لا تعذبوا حالكم، ما بدي دواء. ولو يا عمو عذابك راحة. روحي حبيبتي. ايه يا عمو، انا طالعه اجيب مصاري وشنطايتي واجيب لك الدواء. لا تعذبي حالك، ما بدي ازعجك تروحي تجيبي دواء. لا حبيبتي روحي. انه عذابك راحه عمو. اي سلامتك. اغاني لا تحطي ايدك. طيب يا عمو، انت شو كان بدك بروعة وبأختها لحتى تسكنهم عندك؟ يعني انت ما بتعرف شي عنهم؟ ما بتحسب حساب انه ممكن يعملوا لك مشاكل، يجيك من وراهم وجعة راس، وهي شوفت عينك. يعني شو بيعرفني يا سلمى؟ اندق الباب، فتحت الباب لقيت التين قدامي، يعني مساكين عم يبكوا ويعيطوا بدهم يسكنوا، مقطوعين بالشارع، حن قلبي عليهم. بتأشرتهم. يعني بتريدي يا سلمى اتركهم لاولاد الشوارع ولا ذئاب الشوارع؟ فيك الخير عمو. لك آخ منكن يا رجال، كل شغلة بتلاقوا لها حلة. ايه والله لو كانت بشعة هي وبنتها كنت قلعتها من على الباب. لك آخ منكن آخ. هات عمو هات لغير لك يا اي يا صباح الخير. يا صباح النور. شو اللي فيك عبكير انتي؟ هلا بكير لك سلمى، الساعة 9، بعدين اليوم بدي اروح على الضيعة. شو نسيتي اليوم خميس؟ لا حبيبتي ما نسيت، بس انتي بالعادة بترجعي الظهر من الجامعة، بتضبي اغراضك وبعدين بتروحي. لا اليوم عندي محاضرة متأخرة، فقلت لحالي بخلص المحاضرة وبعدين دغري على الضيعة. ما بتغيري رأيك وتبطلي تسافري؟ لا ما بلحق، بعدين بدي اروح اشوف اهلي اشتقت لهم. طيب ماشي حبيبتي، ليكي انا رح اقوم غسل واسقي فنجان. طب تعي روحي معي. ما فيني مشان عمو وسعد حرام، ما بطول عليكي، كملي. طيب مثل ما بدك. يا مساعد هذا كبر الشيخوخة. بقيان لوحدي، ما في مين يعتني فيه. ولا لازم حدا يضل جنبي ويساعدني ويدير باله علي. الله يسامحك يا أم سعد، ما كان لازم تجي وتشوفيني وتعتني فيي هيك، بدك الناس تتماطع فيي. بس لا أنا أم سعدو، أنا لازم دير بالي على حالي، أنا لازم أعتني بحالي، أنا لازم أشوف مين يهتم فيي. أنا لازم أرجع شباب، لازم أرجع قوي. خلص شو بدك؟ اتركي الموضوع عندي انا. لا سلمى اذا بتريدي يعني اجلي الموضوع لبعدين. بالله اجلي الموضوع لبعدين. حبيبتي هلا بتشربي الفنجان القهوه تبعك وتحملي شنطتك وبتتيسري، والموضوع اتركي علي انا. سوسو اذا بتعزيني، طب خليني اسافر وارجع نشوف وقتها شو بدنا نعمل وشو بدنا نساوي. طيب ماشي مثل ما بدك، بس ليكي وريك اوعى تنسي المكتوبسات والشنجليشات، والله العظيم بقتلك. من عيوني التنتين. تسلم لي عيونك. تفضلي. ميرسي.